بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا الكريم على آله وصحبه وسلم. المقطع 11 من نونية ابن القيم في وصف الجنة. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز دوائب الأغصان فتثير أصواتا تلد لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلدادة الأوتار والعيدان. أوما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان. وهل دياك فإنه ملئت به الأذنان. وهل دياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان. وهل دياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان. وهل دياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أسجان. وهل دياك السماع ولم أقل دياك تصغيرا له بلساني. ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حسان. نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان. نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان. لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان. في ذاك أثر روين وذكرها في الترمذي ومعجم الطبراني. ورواه يحيى شيخ الأوزعي تفسير اللفظة يحبرون أغاني. نزه سماعك إن أردت سماع دياك الغناء عن هذه الألحان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا دلة الحرمان. إن اختيارك للسماع النازل أدنى على الأعلى من النقصان. والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان. والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. فإذا تعلق بالسماء أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. تقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. وله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أن يستوي القوتان. ولذا تراه حظ ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان. وألدهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فاسأل أخ العرفان. يا لذة الفساق لست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن.